العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاية أقول لكم حكاية أم سحلول. دايما نسمعها في بق الناس يقولوا أم سحلول. إيه حكاية أم سحلول؟ حكاية أم سحلول دي كانت ست دلالة، يعني كانت بتبيع القماش والأشربات والهدوم. عملت قرشين، وكان الناس أي حد يجي يستلف منها يسيب عندها رهن، لا دهب لا بيته لا حتة من أرضه، آدي ما يقدرش يسد تاخدهم. وعلى كده بقت مع الوقت بقت أم سحلول بقت هي الغنية في القرية، وتمتلك يجي أكتر من نص القرية. الناس بقى البسطة اللي على قدهم قالوا بس ندي الفلوس بتاعتنا لأم سحلول تشغلها لنا وتدينا مكسبها. وفعلا بقى يدوها الفلوس وهي تديهم حاجة بسيطة، والفلوس اللي تاخدهم منهم تسلفهم لحد تاني، وتاخد منهم بقى رهن أرض أو ذهب أو بيت. ومع الوقت امتلكت أم سحلول القرية بحالها، وعرفوا الناس إن هي بدهائها وذكائها استخدمته في النصب والاحتيال على الناس. يعني إنا بستلف منها قرشين فبديها دهب، الدهب بيبقى أكتر من القرشين اللي هي سلفتهولي. آدي وتمر الأيام والسنين، وأي واحدة ولا واحد يحاول يشغل ذكائه ودهائه عشان ينصب على حد أو ياخد فلوسه أو يدخله مشروع ويخسره، ويقولوا الناس عامل ولا عاملة زي أم سحلول. ويا حبايبي الأيام دي مفترجة، وسعوا على الناس ربنا يوسعها عليكم، وما تستغلوش الناس زي أم سحلول. المحتاج أساعده، واللي عايز سلف وهيرد لي أيسرها عليه. خلي يعني تعاملكم مع ربنا، وخلي ان ربنا قدام عينيكم، ان تسعدوا الناس وتيسروا عليهم، ربنا هيسعدكم. وبلاش اي حد يضحك عليكم وينصب عليكم. يا ولاد خليكم مع ربنا ومع الناس الطيبين كتير في الدنيا، ودايما تبقوا مصحصحين لفلوسكم والحاجتكم، ما حدش يضحك عليكم، وتتمسوا بالخير يا حبايبي.